السلام عليكم. اتمنى اللي هيشوف الفيديو ده يكون متابع لسلسله اظبط سيفيهك، ولو مش متابع للسلسله فبعد ما تخلص الفيديو انصحك تدوس على هاشتاج اظبط سيفيهك او تكتب اظبط سيفيهك، وتتابع كل البوستات اللي نزلت قبل كده من اولها لانها هتفيدك كتير تجمع اللي بنتكلم فيه النهارده، وتقدر ترجع تشوف الفيديو ده تاني وهتلاقي اللي انت فهمت اكتر كتير من اول مره. طبعا في الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده في بوستات سابقة كانت بنتكلم على ايه هو نظام الاي تي اس، وازاي ان السي في بتاعك عشان يوصل بس لمدير التوظيف بيحتاج يعدي من سيستم اونلاين اصلا هو اللي بيقرا السي في بتاعك، وعلى اساس هيقرر ان يعرض السي في بتاعك لمدير التوظيف او لا. والنهارده هنتكلم على اقسام السي في، وكل قسم المفروض يحتوي على ايه، وده من اهم الحاجات اللي هتخلينا نقدر نعدي من نظام الاي تي اس ونوصل لمدير التوظيف اللي يقدر بعد كده يشوف السي في بتاعنا ويكمل قرايه او لا. طيب، نظام الاي تي اس ده ليه كذا فيرجن وليه كذا سيستم وشركات كتير جدا، كل واحد بيختلف ممكن فيهم عن التاني، ولكن احنا هنتكلم على البيزك اللي هو اضعف حاجه، عشان احنا لو قدرنا نعدي من ده هنقدر نعدي من اي حاجه تاني بعد كده، ما عندناش اي مشكله. هنتكلم النهارده على اول قسم عندنا في السي في، وهو قسم الكونتاكت انفورميشن، وده اللي بيكون فيه التفاصيل بتاعه التواصل معاك. طبعا زي ما قلنا ده بيكون اول قسم في السي في، وبتكتب فيه اول حاجه طبعا اسمك، واسمك يفضل لما تيجي تكتبه سواء ثنائي او ثلاثي، تقدر تكتب كده او كده مفيش اي مشكله. انا عن نفسي بفضل الاسم ثنائي فقط، ولكن الحالتين يمشي، ولكن يفضل ان انت تكتب بس اول حرف من كل اسم هو اللي كابيتال. فمثلا احمد شعبان هكتب ايه كابيتال والاس كابيتال، باقي الحروف كلها سمول. تاني حاجة طبعا بنكتب رقم الموبايل بتاعنا، ولو بندور بالسي في ده جوه البلد اللي احنا قاعدين فيها فقط، ففي الحالة دي ممكن نكتب على طول رقم الموبايل بدون أي أكواد أو أي حاجة. في مصر مثلا 011 إلى آخر الرقم، في السعودية 05 وطالع، من غير أي أكواد. لكن لو بتدور في بلدك بره بلدك يفضل ان انت تكتب الكود، واحيانا حتى ساعات وانت بتدور جوه بلدك وفي شركات مالتي ناشونال وكده يفضل ان انت برضو تكتب الكود بتاعك، لان ساعات بيكون الريكروتر اللي ماسك التوظيف او عمليه التوظيف للشركه يكون اصلا ممكن من بريطانيا، فمش شرط ان هو عارف الكود بتاع الدوله بتاعتك ايه. فيفضل نكتب دايما الكود، مش شرط تكتب 00 او بلس، مثلا في مصر بلس 20 على طول ممكن تكتب 20 وبعدين سبيس وتكتب رقم الموبايل بتاعك. فده كده بالنسبة لرقم التليفون. بعد كده بنيجي للقسم الثالث او الايتم الثالث في قسم الكونتاكت انفورميشن، وهو الايميل. طبعا الايميل لازم يكون ايميل بروفيشنال باسمك، واقصى حاجة مثلا ارقام او حاجة بسيطة. ما ينفعش بقى شوشو وسوسو وميدو وتيتو والكلام ده كله، ده مش هينفع خالص في سي في بروفيشنال. فلازم الايميل يبقى بروفيشنال، ويفضل طبعا الايميلات الجيميل. محدش برضو يحط، لاني سبق وشفتها ناس كاتبين ايميل الشركه اللي هو شغال فيها حاليا، فده برضو يعني ما ينفعش تماما. ده كده بالنسبه للايميل. بعد كده بنكتب العنوان بتاعنا. طبعا العنوان ده شيء اختياري. لو انت بتدور جوه بلدك، يعني لو فرضا انت من مصر وبتدور جوه مصر، فالموضوع شويه بيفرق على حسب الفلكسبيليتي بتاعتك انت. لو انت مثلا من اسكندريه وبتدور على شغل وعايز بس اسكندريه، فانت ممكن تكتب العنوان الحي ايا كان فيكتوريا سيدي بشر، ايا كان اسم الحي، وبعدين الاسكندريه. فانت كده بتبقى بتدور في حيز الاسكندريه ومهتم ان انت تشتغل في اسكندريه بس، فهيجي مثلا ريكروتر بيبص من القاهره لا اللي انت من اسكندريه ممكن ما تواصلش معاك. وعشان كده انت لو عندك الفلكسبيليتي اللي انت تقدر تشتغل في اي حته، فالافضل ان انت اصلا ما تحطش العنوان. ولكن وجوده، لو انت فعلا فارق معاك ان انت تشتغل في نفس المحافظه اللي انت قاعد فيها، فوجوده ما فيهوش مشكله، بس ما تكتبش بقى عنوان فيه شو تشبيه. تكتب بس اسم الحي والمحافظه اللي انت قاعد فيها، مش محتاج تكتب اكتر من كده. لو انت بتدور اصلا على شغل بره المنطقه اللي انت قاعد فيها او بره البلد اللي انت قاعد فيها، ففي الحاله دي مش مهم خالص العنوان. ممكن تكتب ساعتها الناشوناليتي بتاعتك ايجيبشن مثلا، او ايا كان الناشوناليتي بتاعتك ايه، وتكتب الجنسيه، ودي بتكفي لو انت بتدور على شغل بره. مع العلم ان الجنسيه برضو ده شيء اختياري. في بعض الشركات يقول لك انا ما يفرقش معايا الجنسيه، انا بدور على الوظيفه دي. في شركات تانية لا بتهتم بالجنسيه، في وظائف بتحتاج يعني ناس من جنسيه معينه هي اللي تشتغلها، فبيكون ساعات ضروري ان انت تكتب الجنسيه بتاعتك على حسب طبيعه الشغل بتاعك والبلد اللي انت بتدور فيها. ممكن تدور اكتر في الموضوع ده، ولكن في الاول او في الاخر موضوع الجنسيه ده موضوع اختياري الى حد كبير، ولكن يفضل وجوده لو انت بتدور على شغل بره البلد اللي انت قاعد فيها حاليا. طبعا مهم كذلك اللي انت تظبط بروفايل اللينكد ان بتاعك، لان دلوقتي اللينكد ان بقى حاجه اساسيه في البحث عن اي وظيفه.
في الحالة دي مجرد ما انت ظبطته لازم ترجع تحطه بقى طبعا في السي في اللينك بتاعك. ويفضل كمان لو تقدر تغير الهايبر لينك بتاعه اللي هو يكون لينكد ان وتعمل سلاش وبعد كده بتكتب اسم، انت اللي بتحط الاسم يعني بتعدله بحاجة ليها علاقة باسمك، اسم وارقام او ايا كان اسم مختصر تقدر تحطه في السي في من غير ما يبقى شكله بالكي قوي يعني او في ارقام كتير جدا ملهاش اي لازمة. فضروري اللينكد ان، وممكن نبقى نعمل عنه سلسلة تانية برضو ازاي ترجع تظبط اللينكد ان بتاعك. دي كده اهم المعلومات اللي بتكون موجودة في قسم الكونتاكت انفورميشن. طبعا مش مهم خالص اللي احنا نحط صورة الا لو الشغل بيلزمك باللي انت تكون في صورة، مطلوب حد حسن المظهر، مطلوب حد ريسبشن فواجهة. ولكن في الحالة دي حتى يفضل انت تحط الصورة في مثلا الكفر ليتر او بروفايل بتاعك او ايا كان، ويكون اتاتشد الملحقات اللي بتتحط مع السي في في الابليكيشن او اونلاين. ولكن السي في الاساسي يفضل برضو اللي هو ما يكونش فيه صورة، ما يكونش فيه جداول، ما يكونش فيه الوان مختلفة، هو فونت واحد بفرق مقاسات بولد ومش بولد وهكذا مش اكتر. مش محتاج تحط الحالة الاجتماعية والرخصة الى ما اخره، الجيش ومش عارف ايه، الا لو هي مطلوبة في الوظيفة بشكل واضح. ففي الحالة دي بتكتبها عشان تأكد ان انت فيك الحاجة اللي هم طالبينها دي. ولكن الاساسي عندنا اللي احنا ما بنحطش الحاجات دي. ده كده كان بالنسبة لأول قسم. تابعونا عشان نبدأ نشوف باقي الأقسام بيتعمل فيها ايه.